السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حبايبي الرجاج الناشف بقى، ده بتفاصيله بتركاته. شوف خفيف ازاي، شوف هش ازاي، وبيتكسر كده بسرعة كده وناشف ما شاء الله. كل التريكات دي هشوفها معايا في الفيديو ده. احنا خدنا دكها اللي هو ايه الطري، لكن ده الناشف لازم العين البوتاجاز تبقى واطية زي كده، متبقاش عالية. الطري كانت العين عالية، لكن ده لازم تكون عين البوتاجاز ايه واطية، لان انا هدي بعمله على نار هادية حتة حتة. كل اللي انا بقف على الصينية كده واجلب فيه، افضل اجلب فيه واوديه واجيبه كده هو لحد ما ايه. النار الهادية دي بتساعد ان هو يبقى ايه، ناشف، ما يبقاش طري على طول زي الرجاج الاولاني اللي احنا عملناه في الفيديو الاولاني. وانا حاطالك طريقه نفس طريقه العجين، هي عجينه واحده. انا كل اللي انا عملته عجنت، بصوا ما شاء الله الله اكبر، عجنت وقسمت العجينه بس عملت منها الطري وده الناشف. بصي الله اكبر ما شاء الله. كل اللي انت بتعمليه بتقف عليه، بتصبر عليه. فلما انت لما بتقطعي ما بتقطعيش مره واحده زي ما عملنا في الطري، انت مقطعاهم وتفردي واحده واحده. عبال ما دي شغاله الصينيه عليها واحده شويه، وتلاقيني رحت فردت واحده وسبتها على الترابيزه تريح، على بال ما دي احوشها من على الصينيه وابدل مكانهم ورا بعضيهم. لكن مش بعملهم مره واحده زي الطري لان ما بياخدش وقت. الطري كان زماني طلعت واحده واتنين، لكن ده بياخد وقت. بصي علشان انا عاملاه على نار هاديه علشان يتجدد حلو معاكي ويبقى ناشف. وما شاء الله الله اكبر. بصوا شطاره وحلاوه تعمليها بكل سهوله، العين واطيه من تحت البوتاجاز وتشتغلي زي كده. الله اكبر. رجاج، احلى رجاج تعمليه في رمضان، صينيه رجاج بالهنا والشفا ليك ولاولادك. وصلوا على الحبيب المصطفى. وما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكل جديد اللي احنا بنعمله ان شاء الله. وبصي هتصبر عليه، بياخد وقت. بصي قد ايه كل ده في رجاجه واحده. فعشان كده احنا بنقول ان انت لما بتقطعيهم ما بتفردهمش كلهم مره واحده زي ما عملنا في الطريق، بتفردي واحده واحده. بصوا الله اكبر ما شاء الله. هو كده تلاقيه ملدن شويه طري سنه، لكن مجرد ما الهواء بيضربه بينشف معاكي خالص زي اللي انت بتشتريه بالظبط. بصي اهو انا بعمل واحده واحده اهو. كل اللي انا بعملها باخد واحده وافردها وبالرولة كده واشتغل. في نفس الوقت البوتاجاز عليه واحده، ما تخافيش مش هتتحرق عشان انا موطيه عليه. بصي اهو تفرديها تفرد معاكي 3 ثواني بس، بتسيبيها كده عبال ما تبصي على اللي على البوتاجاز هتلاقيها ريحت معاكي وانتي بتفرديها تتفرد معاكي زي الطري بالظبط اهو. انا سبتها ورجعت للصينيه ببص عليها علشان ايه احركها، وهاجي ارجع اخد دي اهو كده. انا احش اهو. بصي الله الله اكبر ما شاء الله. بتوديها وتجيبيها زي برضو الطريقه دي كده، يبقى معاكي خفيف خالص ما شاء الله. ولا تفردي ولا نشابه بقى زي ما احنا بنعمل الفطير اهو. بالهنا والشفا. صلوا على الحبيب المصطفى. وما تنسوش كمان مرة تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ولايكات بقى. بصي اهو بتودي وتجيب اهو واحدة واحدة. ما شاء الله انا عملت كتير يعني ساعتها، كملت باقي العجين خليته ناشف يعني. بصوا الله اكبر اهو تاخديه. بصوا انا لما عملت فردت بالنشابة كده، عملت 5 وحدات. تمام. ال5 دول ما فردتهمش بالنشابة ووسعتهم اكتر زي ما عملت في الطري، لا، انا سبتهم زي ما هما كده اهو. وكنت باخد واحدة واحدة اخلص من على البوتاجاز، اكون انا خلصت التانية فردت على الترابيزة وسبتها وارجع واروح واجي واروح واجي، وكنت شغالة زي كده. كده هيجي معاكي والعجين مش هيلزق على بعضيه وطلع خفيف ما شاء الله الله اكبر. واحلى رجاج ناشف بالهنا والشفا. بصي اهو كل اللي انت بتعمليه هتعمل نفس الحركة دي تاني زي ما عملناها في الطري بالظبط كده، وبترجع على الصينية بتاعتك على البوتاجاز وتشتغل عليه. بصي بصي خفيف كيف. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. كل سنة وانتم طيبين. بصي هترجع تاني على البوتاجاز وتعمليها نفس الحكاية، سهلة وبسيطة. وطول ما انت بتحبي الحاجة هتعمليها حلوة خالص، ويبقى في بركة في بيتك ويبقى في خير في بيتك. املي بيتك واستري نفسك، ربنا يدوم عليكم الستر. كل سنة وانتم طيبين. بصي انت يا دوبك هتقلبي تروحي الجاية تقلبيه كده وتجيبي كده. العين مش سخنة قوي، مش زي دقها مش زي الطري. ايه انا سايبالك طريقة العجن في الوصف، إيه ورابط الفيديو اللي هو بتاع الاولاني اللي هو الجزء الاولاني بتاع الفيديو دوت. تمام. طريقة العجن ازاي بالظبط. انا كده بس فصلته لسبب ان انا اوريكي ان الناشف مش تطيبه مش زي الطري، بياخد وقت شوية على البوتاجاز لان انا موطية. وكل اللي انت بتعمليه بتلفي اهو. بصي ماسكة واحدة في ايد اهو احطها
واروح افرد واحدة واسيبها على الترابيزة وهكذا. بس طريقة سهلة وبسيطة خالص. واتمنى يكون ان شاء الله اتعلمتي حاجة حلوة تعرف تعمليها، وجربي في 4 كيلو دقيق وهتطلع معاكي ما شاء الله. وصلوا على الحبيب المصطفى كمان مرة، وما تنسوش الاشتراك معايا في القناة. واتمنى ان انا اسمع منكم تعليقات حلوة. وشوفي انت عايزة ايه انا اعمله لك في رمضان جاي، وتجهيزات رمضان كتيرة ونواعم وحاجات رمضان كلها ان شاء الله هتشوفيها معايا على القناة. وبصي اهو كل اللي انا بعمله اهو، بص خفيف كيف ازاي، ما شاء الله جميل ازاي. الله اكبر، صلى على الحبيب المصطفى. وعملنا كتير وكملنا تاني بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.